حراسة المرمى محمد دلاور القائد على اليمين بالرقم 2، محمد حسين الحايك بالرقم 32 على الشمال، اوجنين ميرسيك بالرقم 4، جوشوا كبوجي برقم 98. وسط الملعب راسيتكو فريق 14، روى يوسف برقم 27، محمد رضا برقم 7. ثلاثي الخط المتقدم على علي خليل على اليمين برقم 88، وكلاوديو اوليفيرا بالرقم 10 على الشمال، ومروان حسين بالرقم 8 بالمقدم. اما تشكيلة السفالة: عبد سليم حماد بالرقم 1 في حراسة المرمى، على اليمين مجتبى علي 4، على الشمال عباس ياس 33، ابراهيم سوري كونتي بالرقم 3، محمد غالب بالرقم 2. وسط الملعب بالارتكاز كليتش لوفيلو بالرقم 20، احمد محمود 79، كليتش لوفيلو. كرار جعفر على اليمين 7، رضا ماجي على الشمال، كرار بالرقم 11، رضا ماجي بالرقم 7. وفي خط الهجوم مهند عبد الرحيم 10، وإياي بيليب بالرقم 8 و8. لقاء الذهاب ما بين الفريقين انتهى بتعادل الفريقين بهدف، مروان حسين بالدقيقة الأخيرة ومهند عبد الرحيم بالدقيقة 11 لمصلحة نادي المينا.
الحين خسر مباراة واحدة أمام الزوراء 1-2 إلى 12 على 6 16 نقطة. بالمناسبة نوروز من الفرق المتميزة بالجولة الثانية بالمرحلة الثانية، بالمركز الثالث خلف الشرطة والجوية. كرة عادت الحايك أوجينين، الحايك محمد أوجينين أكبوجي أوجينين ميريسيك، البعض يلفظ ميريسيش. عادت محمد الحايك جوشو أكبوجي، نقل كرات الغاية منها سحب لاعبي نادي الميناء إلى الأمام. وبالمناسبة مثل ما ذكرت نوروز لم يخسر في آخر 6 مباريات، في المرحلة الثانية لم يخسر إلا مباراة واحدة أمام الزوراء، وتعادل في آخر مباراتين، وهذا هو سبب عزف الجمهور. الله حلوة يا مروان، حلوة يا مروان اللي سجل هاتريك في شباك نادي الميناء سابقا، سأتحدث عن هذا الهاتريك. كرة كادت أن تكون أول الأهداف، والعارضة تنقذ مرمى الميناء من إصابة أكيدة. العارضة تنقذ مرمى الميناء من إصابة أكيدة. خلينا نشوفها بالإعادة، نشوفها بالإعادة. شوف بالإعادة، شوف كرة بينية، مارادونا على الطاير، مروان، والعارضة تنقذ مرمى الميناء من إصابة أكيد. كرة عادت أوجينين ميريسيش برا الملعب، رمية جانبية. إذن المدرب ولي كريم في المرحلة الثانية من بين أفضل الأندية بالمركز الثالث بالمرحلة الثانية، حصد 17 نقطة من أصل 24 وفرط ب7، مركز مميز. بالمرحلة الأولى كان نادي نوروز في أول 8 مباريات أو في أول 7 مباريات لم يحقق إلا فوز واحد على الكهرباء، وتعرض ل6 هزائم متتالية. كان بالمركز 18 في أول 7 مباريات. عباس ياس كليتشلافيلو، عرقلة صافرة، ركلة حرة لمصلحة الميناء. طبعا الميناء بالمركز 16 في المرحلة الثانية، بالمركز 16 بالمرحلة الثانية. خاض 8 مباريات، فاز 2 خسر 2 تعادل في 4، تعادل في 2 خسر في 4. نقاط 8 بالمركز 16. فاز على القرمة 2-0، فاز على النجف بهدف، خسر من أربيل 3-2، عادل ديالى بهدف، عادل دوك بهدف. خسر في آخر 3 مباريات، آخر 3 مباريات الميناء لم يذق لا طعم التعادل ولا الفوز. خسر من الكرخ بهدف، من نفط ميسان بهدف، ومن الكهرباء بهدفين. بينما في المرحلة الأولى كان بالمركز 11، يعني بالمرحلة الأولى ب8 مباريات، عندما خاض 8 مباريات بالمرحلة الأولى كان أفضل، كان بالمركز 11 ب12 نقطة. بالمرحلة الثانية بعد 8 مباريات حصد 8 نقاط فقط، وبالمركز 16 فرق 4 نقاط و5 مراكز. كرة اللعب علي عادت بليف مرسيش، محمد الحايك محاولة، محمد رضا يتعرض إلى عرقلة من قبل اللاعب أحمد محمود. تلعب الكرة برا الملعب إلى ركلة مرمى. هذه كرة مروان بحرفنة لعبها
وبالتالي ارتدت من العارض. في لقاءات الفريقين سجل هاتريك في موسم 24-25 عندما فاز نوروز على الميناء 5-1 وكلاوديو أوليفيرا وآسو رستب وغورنادو من ركلة جزاء للميناء. كرة عادت مروان، ترتد الكرة من إبراهيم سوري وسط الملعب، كرة ملعوبة إلى روى يوسف برا الملعب لرمية جانبية لمصلحة نوروز. أكثر لاعب مثل الفريق في نوروز هذا اللاعب اللي أمامنا، شارك في جميع المباريات 27 مباراة، 26 أكملها ومباراة واحدة لم يكملها أمام الموصل. على الطرف الآخر أكثر لاعب مثل الميناء هذا الموسم مهند عبد الرحيم، 26 مباراة أساسي، مباراة بديل. كرة عادت برا الملعب لرمية جانبية، 10 دقائق من عمر المواجهة. كرار بليف وبرافو محمد دلاور، ربط من اليمين إلى الشمال، برافو يا محمد. يبدو هناك راية. المساعد الأول، من يعرف هذا المساعد هو المساعد اللي هو محمد لؤي صبحي أدي من عائلة تحكيمية، أبوه لؤي صبحي أدي وجده صبحي أدي. شوف، لا بها شك، مع انطلاق الكرة بها شك. على كل حال عادت أوجينين ميرسي، جوشوا كبوجي، عباس ياسر، عباس طويل الكرة، أكبوتشي، روى تنقطع، رضا ماجي، رضا يحاول يمر، كرة مقطوعة، حكم قريب، تمركزه سليم ورضا يلعب الكرة. عادت مرة أخرى محاولة تنقطع من أوجينين، تعود إلى روى يوسف، روى يوسف في وسط الملعب، روى يحاول يلعب الكرة طويلة، ملعوبة الكرة إلى مارادونا، مرت الكرة، عادت مرة أخرى مارادونا يلعب الكرة، ترتد من عباس ياس، تعود إلى كلاوديو أوليفيرا، مارادونا 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 مارادونا، يسيطر على الكرة، يعيد الكرة إلى أوجينين، أوجينين يلعب الكرة عند اللاعب محمد حسين الحايك، ومحمد رضا إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى. محمد رضا لم يكن هناك حالة تسلل، الكرة مرت إلى الخارج. هذا هو المساعد الثاني علي مازن. ركلة مرمى لمصلحة الميناء. بالرأس جمان أحمد، أوجينين ميرسيك، كرة بالمنتصف، لوفيلو، روى يوسف، بينية، يا سلام يا عباس، عباس يعيد الكرة، لوفيلو، كليتش لوفيلو، محمد رضا، واو برافو يا محمد، كرة حلوة جميلة من محمد رضا صاحب الأهداف الخمسة هذا الموسم في شباك الكهرباء، القاسم، النجف، القاسم في الإياب، ونفط ميسان. أفضل تهديد، ثاني تهديد خطير على مرمى نادي الميناء بكرة جميلة كادت أن تعانق الشباك. كرة يسارية من محمد رضا، لعب للزورات جوية، نفط صناعات الإيراني، نفط الوسط الطلبة. بليف، كرار، تسديده ويخلصها شومان إلى ركني.
ركنية لمصلحة نادي الميناء من الجهة القريبة، هذا كرار جعفر، لاعب من اللاعبين الشباب اللي مثل منتخباتنا. حسين عبد الواحد، بالمناسبة حسين عبد الواحد هو خامس مدرب يقود نادي الميناء بعد لؤي صلاح، هيلكورد ملا محمد، سعد عبد الرزاق، اسعد عبد الرزاق، لؤي صلاح اللي قاتهم مرة ثانية، وحسين عبد الواحد. ركني عباس ياز، عباس عالية الكرة خطيرة، الله، فرصة كان ممكن أن يستغلها مجتبى برأسية وتعانق الشباك. شوف بالعادة عباس ياز لعبها عالية ومنطلق من خلف المدافعين، لكن ما استحوذ على الكرة وما سيطر عليها، ومرت بسلام وأمان على مرمى نوروز. ضاعت على مجتبى، كان بإمكانه أن يحرز الهدف الأول. كرة إلى مروان، أوليفيرا، دلاور، روى يوسف، الحايك، عالية الكرة، مروان كرة خطيرة، جول 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 محمد رضا بالدقيقة 16 من عمر المباراة، بكرة يهيئها مروان حسين، محمد رضا يسجلها في رأسية بشباك نادي الميناء بالدقيقة 16 من عمر المباراة، ويسجل هدف الشخص السادس بعد أن سجل في شباك الكهرباء القاسم النجف القاسم ونفط الميسان، يسجل اليوم في شباك الميناء 6 أهداف لهذا اللاعب، 6 أهداف لهذا اللاعب. والآن عكس لقاء الذهاب، الميناء قدم بالذهاب بالدقيقة 11 عن طريق مهند عبد الرحيم، وعادل بالوقت القاتل مروان حسين بالدقيقة 91، لكن اليوم بالدقيقة 16 يتقدم نادي نوروز بهدف السبق عن طريق اللاعب محمد رضا. شوف الرأسية، ومن بين المدافعين يخطف رأسية محمد رضا ويسجل أول أهداف في المباراة في الدقيقة 16 من عمر المباراة. فرحة هذه الطفلة اللي تؤازر. بدينا نشوف في دوري نجوم العراق وبملاعبنا وبمختلف ملاعبنا العنصر النسوي، كبار صغار شباب يتابعون هذا الدوري. هذا عامل إيجابي. اللاعب رقم 12 يخلق حافز للاعبين. حسين عبد الواحد، محمد غالب امامنا بالصورة، محمد رضا، محمد غالب نهض. التاريخ العريق لهذا النادي، نادي الميناء، تغيير الإدارات، وضع الإدارة كان عائق بهبوط النادي وعودته، ومن ثم النتائج الغير مرضية لعشاقه وأنصاره. أنا أستغرب اليوم عشاق النوروز اللي شفناهم تمتلئ بهم مدرجات الملعب اليوم، يعني برغم أنه النتائج الفريق إيجابية بالمرحلة الثانية، والمركز التاسع مركز مميز لنوروز. مهند يلعب الكرة، بليفي تسيطر على الكرة، مقطوعة من محمد دلاور، عبد سليم شتت الكرة خارج الملعب، لا رمية جانبية لمصلحة نوروز. أداء متوسط من الفريقين، رغم أنه نوروز أخطر مرمى الميناء بكرتين خطيرتين، والثالثة كانت ثابتة برأسية محمد رضا، ليتقدم نادي نوروز بهدف السبق. كرة إلى مهند رضا، مقطوعة من دلاور، رمية جانبية، مهند مرة أخرى، عباس ياس،
أحمد أوليفيرا يقطع الكرة، تنقطع من جديد. برافو إبراهيم سوري، محمد غالب، أحمد محمود، كليتش لوفيلو، حلوة ملعوبة إلى كرار. جعفر من الجهة القريبة يحاول يمر الآن. كرار يحاول الآن. كرار وإلى رمية التماس، رمية جانبية لمصلحة الميناء. لوفيلو، إبراهيم سوري، إبراهيم عادة الأحمد محمود، محمد غالب، مجتبى، محمد غالب لعب للمنتخب الأولمبي والشباب. مرت الكرة إلى رمية جانبية، مجتبى على التنفيذ. بريف، كرار، مجتبى، كرار، مهند يهرب من الرقابة، خطأ، ركلة حرة لمصلحة نوروز. هذا هو الحكم الاتحادي محمد رياض حمزة. لجنة الحكام بدأت تنطي الفرصة للحكام الشباب لأخذ دورهم في مباريات دوري النجوم العام، وهذه حالة إيجابية جدا. هذا هو الهدف. شوف مروان بالرأس من خلف المدافعين ومن بينهم يتوغل ويلعب كرة رأسية ويحرز أول الأهداف. كرة اللعب محمد رضا، لوفيلو، كليتش، بليف، إياي بليف، طالت على كرار سريعة، رمية جانبية لمصلحة نوروز. محمد الحايك، جوشوا كووجي النيجيري، دلاور، عباس ياسر مندفع الى الامام، يبعد الكره الى رميه جانبيه لمصلحه نوروز. روى محمد دلاور، مجتبى، قصيرة لمحمد رضا، يحاول يسدد من بعيد برا الملعب، كرة طايشة إلى خارج الملعب، ركلة مرمى لمصلحة نادي المهنة. ولي كريم خلف ياسين أراسي. قاتم الصربي داليبور سافيتش قاد نوروز عام 2025 يوم 28/10، بعد أن قاتم يوم 17/2/23 غادر نوروز عام 25 في الشهر العاشر. الحايك علي خليل، لاعب الميناء السابق، يواجه فريقه السابق، انتقل للأمانة لنفط البصرة للنفط وبالانتقالات الشتوية لنوروز. رمية جانبية لمصلحة نادي الميناء. محمد رضا يشكو من إصابة، أول بطاقة صفراء في ملعب المباراة إلى إياي بليف، سيغيب عن المباراة القادمة. إياي بليف عنده 4 بطاقات أمام نفط ميسان، القاسم، الطلبة، الشرطة، سيغيب عن اللقاء القادم. دخول وبطاقة صفراء لهذا اللاعب، دخول قوي واضح على محمد رضا، وبالتالي سيغيب عن المواجهة القادمة. طبعا الكرة خارج الملعب، رمية جانبية.
تنقطع. سريعة الآن تعود من محمد غالب. عبد سليم، رمية جانبية لمصلحة نادي نوروز. رمية جانبية لنوروز، احتجاجات غير مبررة. محمد دلاور على التنفيذ. طبعا يغيب كيسندا، فيصل جاسم ومسلم موسى بسبب الإصابة. كيسندا مريض، لاعب مميز في تشكيلة نادي المينا. كرة سهلة للحارس. غيابات نوروز: حسام مالك، نيتو أكارا بسبب الإصابة، باولو كومالوفي بسبب البطاقة الحمراء. كرة بينية. رضا، عباس ياس، عباس، لوفيلو، أحمد محمود، مجتبى، كرار، حاول يمر كرار، ورمية جانبية لمصلحة نادي نوروز. راسيتكو، الحايك، روى، أوليفيرا إلى دلاور، أوليفيرا، وركنية لمصلحة نادي نوروز. ركنية لمصلحة نادي نوروز. أوجنين ميريسي، منطقة المنتصف. ركنية الآن، أوليفيرا على التنفيذ. جوشوا أكابوجي أيضا قلبي الدفاع. الحكم يفك اشتباك اللاعبين. ركنية الآن، 27 دقيقة نلعب، دقيقة 28 عالية ملعوبة، الكرة خطيرة بالراس، سهلة إلى عبد سليم، سهلة إلى عبد سليم. كرة برأس من روى، عباس ياس، رضا، فيليب، عباس، رضا، عرضية عالية سهلة تروح للحارس شومان أحمد. شومان يلعب الكرة إلى الجهة القريبة إلى محمد حسين الحايك. علي خليل، مروان، حكم قريب يقول العب. مهند، كرار جعفر، مهند، هاتوا خذ، برافو لا كرار، عرضية من كرار وبالرأس تبعد من أكبوج. علي،
مجتبى، أحمد محمود، مجتبى، بليف، عباس ياسر، سدد، برافو يا روى، تنقطع، كلاوديو أوليفيرا الخالي من الرقابة، هجمة عكسية مرتدة الآن، تلعب سريع على مروان، مروان كرة خطيرة خطيرة، الله، جول مروان بالدقيقة 30 من عمر المباراة يسجل الهدف الثاني. مروان صنع الهدف الأول ويسجل الهدف الثاني بالدقيقة 30 من عمر المباراة. مروان اللي يسجل هدف الشخص السادس بعد أن سجل في شباك الميناء هدفين في شباك القاسم، هدف في شباك دوك وهدف في شباك الغراب، يسجل هدف الأمان والاطمئنان بالدقيقة 30 من عمر المباراة. هدفين للميناء للنوروز، لا شيء للميناء، وفرحة هذا الجمهور اللي يآزر فريقه. شوف الكرة عباس ياسر وخطفها مارادونا، شوف نظرة ثاقبة، هيأ كرة لمروان المندفع وبذكاء يضع الكرة في الشباك ليحرز الهدف الثاني وهدف الأمان والاطمئنان لفريق نادي نوروز. طبعا من الدقيقة 16 إلى الدقيقة 30 هذه الأهداف السبعة اللي تدخل في شباك وتعانق شباك الميناء، بينما منذ الدقيقة 16 حتى الدقيقة 30 9 أهداف يسجل اليوم نادي نوروز، سجل 7 واليوم يسجل هدفين ليسجل 9 أهداف من الدقيقة 16 حتى الدقيقة 30. مروان 6 هاتريك في تاريخ مشاركاته، سجل في شباك 2 مع الشرطة، الزوراء في شباك الزوراء، 1 في شباك الميناء مع نوروز، وللزوراء في شباك التاجي، للطلبة في شباك نفط البصرة، وللشرطة في شباك الحدود. إذا نهض عبد سليم حماد حارس المرمى وهدفين لمصلحة نوروز. بالسلامة لعبد سليم حماد لاعب نادي الكرخ السابق. جانب من الجمهور اللي يتابع، ننتظر تأكيد صحة الهدف، هل هناك تأكيد، هل هناك انتظار لأن ينهض الحارس، نتابع نشوف الهدف، هل كان هناك تسلل. القرار الأول والأخير لغرفة الفار وللحكم ليث فرحان ومساعده محمد صادق. كرة جميلة بذكاء ودهاء لعبها بيساره إلى داخل الشباك. إذا ما زال الحكم محمد رياض حمزة ينتظر إشارة الفار لتأكيد صحة الهدف. إذا هدف صحيح 2 نوروز لا شيء الميناء. إذا هدف صحيح 2 نوروز لا شيء الميناء. تلعب الكرة كليتش لوفيلو، أحمد محمود، مجتبى، محمد غالب، براس من الحايك، مهند، راسيتكو، محمد رضا، رواه، يوسف، المن سريعة تمر أقرب إلها عباس ياس يتركها إلى ركلة مرمى لمصلحة الميناء. كل الأنظار متجهة للدربي ما بين الزوراء والشرطة، وهذه بالإعادة. شوف الخط، خط التسلل يؤكد عدم وجود حالة تسلل ضد مروان حسين. إذن إعادة للهدف الثاني، إبراهيم سوري، عباس ياس، إلمن، سهلة لتشومان أحمد مستريح لحد الآن، لم يخطر مروان إلا بكرة.
هدفين لنوروز لا شيء للميناء، سجلت عن طريق اللاعب محمد رضا بالدقيقة 16 ومروان حسين بالدقيقة 30. كرة برأس، كرار جعفر يحاول يمر، محاولة مهند، يا سلام تبعد من محمد الحايك. ابراهيم عباس، رضا ماجي، لوفيلو، احمد محمود، عباس ياس، رضا، عباس ياس، قصيرة مقطوعة من ديلاور، كلاوديو اوليفيرا سريع، اكثر اداء لاعبين نوروز على جهه كلاوديو اوليفيرا. عرضيه ملعوبه، تبعد الكره من محمد غالب، تعود الكره بالمنتصف، احمد محمود ياباني، تعود الكره من جديد، بليف الى حارس المرمى عبد سليم، محمد غالب، مجتبى، كرار صعبها على نفسه، عادت للحايل، محمد رضا ضاغط على اليكليتش، يبدو خطأ لمصلحة نادي نوروز، خطأ لمصلحة نادي نوروز. بالسلامة لمحمد رضا، بالسلامة لمحمد، ستة مباراة أساسي، 9 بديل، غاب عن مباراتي دهوك والأمانة. محمد رضا، شومان حارس المرمى يلعب كرة طويلة، ثامن مباراة لهذا اللاعب الحارس شومان، يا سلام، روى يمر، كرة خطيرة لدلاور، داخل منطقة الجزاء وإلى الخارج، ترتطم بالمدافع وتمر إلى ركنية لمصلحة نادي نوروز أفضل، أكثر استحواذ، أكثر انتشار، أكثر خطورة. ركنية الآن لمصلحة نوروز من الجهة البعيدة. محمد دلاور انطلاق بكرة جميلة بعد ان خطفها روى يوسف. اوجينيني ميريسيك اللي سجل خطأ في شباك فريقه في مباراة أربيل. عالية الكرة، تبعد، ميريسيك سهلة لعبد سليم. ايضا كان صربي اخر توسك سجل في شباك فريقه لفريق زاخو. رضا، كرار، كرة مقطوعة، دلاور برا الملعب، رمية جانبية لمصلحة الميناء. بالسلامة لكرار جعفر. حكم ينتظر. على مستوى المرحلة الثانية القوة الجوية بالصدارة ب20 نقطة، الشرطة بالمركز الثاني 17، نوروز بالمركز الثاني الطلبة ب20 نقطة ينتظر مباراة اليوم، الشرطة بالمركز الثالث، نوروز بالمركز الرابع، وأربيل بالمركز الخامس، النفط بالمركز السادس، الكرخ بالمركز السابع.
عباس ياس. بانتهاء المرحلة الأولى كان نادي نوروز بالمركز 12 والميناء بالمركز 16. هذه كرة مروان والهدف الثاني. هدفين لنوروز لا شيء الميناء في لقاءات اليوم الثاني للجولة 28 لدوري نجوم العراق بنسخته الثالث. 5 دقائق تفصلنا على نهاية أحداث شوط المباراة الأول. أحمد محمود تبعد من راستكو، محمد غالب، رضا ماجي، عباس ياس. أن تقلص وتخرج شوط المباراة الأول بهدفين لهدف أفضل، ممكن تدخل باندفاع، أما أن تخرج متأخر بهدفين قد يصعب دخولك في شوط المباراة الثاني، رغم أن المستديرة لا أمان لها، لكن الأفضل أن تقلص وتخرج شوط المباراة الأول متأخر بهدف. كرة عادت من جديد، كرار مرت مرة أخرى لعلي خليل، علي يلعب كرة طويلة، ملعوبة الكرة ترتد من محمد غالب، كليتش لوفيلو، إبراهيم لوفيلو، حارس المرمى عبد سليم، مجتبى، علي خليل، الحايك محمد، شومان أحمد. ثامن مباراة متتالية لهذا الحارس. كرة ترتد، تسلل، ركلة حرة غير مباشرة للميناء، كرار جعفر لزجبي اليوم بدلا من كيسندا. وبرافو برافو يا اوجينين ميرسي اللاعب الصربي اللي ابعد الكره الى رميه جانبيه، تلعب من كرار تعود الى مهند، مهند الى كرار، كرار ممكن يحول تحويله وبالراس من بليفي الى الخارج. فرصه تضيع على فريق الميناء، فرصه تضيع على اياي اتموين بليف، لعب للنجف النيجيري. شوفوا بالاعاده، كرة على طبق من ذهب، رأسية تمر إلى الخارج. ركلة مرمى لنوروز. طبعا لجنة المسابقات أدرجت ونزلت مباريات الجولتين 29 و30، ونوروز سيغادر إلى النجف في الجولة 29 ويستقبل، وأيضا يغادر إلى بغداد من النجف إلى بغداد ليواجه الطلبة بالجولة 30. أما الميناء سيستضيف زاخو في الجولة 30 يوم الجمعة القادم، وبعدها سيغادر أو سيستضيف أيضا على أرضه أمانة بغداد يوم الثلاثاء 21 من نيسان. هذه مباريات الفريقين. كرة عادت إلى كليتش لوفيلو، عباس ياس، أحمد محمود. يا سلام، حركة لعب جميلة، ولكن يبدو ركلة مرمى لمصلحة نور. برافو حكم اللقاء، 10/10 لحد الآن لهذا الحكم الشاب محمد رياض. وجوه شابة من الحكام نشوفها، عبد الأمير صبيح، كثير من المعلقين الشباب لا تحضرني الآن أسمائهم، منحوا فرصة هذا الموسم. محمد غالب،
عبد سليم، كليتش لوفيلو، مارادونا، تصويبة عالية إلى ركلة مرمى لمصلحة نادي المينا. آخر نصف دقيقة من عمر الرسمي لشوط المباراة الأول، ممكن نشاهد 3 دقائق لا أكثر كوقت محتسب بدل ضايع. عبد سليم، حسرة المدرب الشاب حسين عبد الواحد على أداء فريقه والخروج بهذا الشوط بهذه النتيجة. كرة بالرأس، جوشوا أكبولجي، لوفيلو، أحمد محمود، بليف، رضا ماجي، رضا، أحمد محمود، والكرة تبعد من دلاور، عباس ياس، وكرة مقطوعة تعود مرة أخرى لروى يوسف. روى يحاول يستحوذ على الكرة، يلف ويدور، عادت إلى محمد دلاور. أكبوتشي، محمد رضا، محمد الحايك، علي خليل، مجتبى قريب منه، عرقلة واضحة وخطأ لمصلحة المينا. 4 دقائق أضاف الحكم، 4 دقائق أضاف الحكم. ولي كريم قاد العديد من الأندية الشمالية، سليمانية، سيروان، كركوك، البيشمركة، درب الاتصالات، دربندي خان، تعز، الطلبة، الكهرباء، النجف، سيروان، ويعود لفريقه بعد أن درب الكهرباء، يعود لفريقه، قاد للنجف أيضا بعد الكهرباء، ويعود لفريق نوروز ويحقق نتائج لحد الآن إيجابية، وخاصة في المرحلة الثانية. كرة مرت إلى خارج الملعب إلى رمية جانبية للميناء. مهند لم يفعل شيء لحد الآن، أو أحمد محمود، تبعد من الحايك، رمية جانبية لمصلحة الميناء. كرار جعفر، أحمد محمود، عرضية وبالرأس من أوجنين، تعود مرة أخرى دربكة خطأ وركلة حرة لمصلحة نورو. دخلنا الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل ضايع. دخلنا الدقيقة الثالثة الآن، ركلة حرة لمصلحة نوروز. مروان صنع هدف وسجل هدف. كرة بالرأس، رمية جانبية لمصلحة نوروز. محمد الحايك على التنفيذ، إلى رمية جانبية للميناء. كرار يتركها لمجتبى. مهند، بليف، مهند ممكن يسدد، مرت عباس ياس، رضا علمان، مقطوعة من محمد رضا. آخر دقيقة من الوقت المحتسب بدل ضايع. عبد سليم يشتت كرة، رضا، كليتش لوفيلو، أحمد محمود، كليتش ورضا، راسيتكو، محمد رضا. مهارة فردية مميزة عند هذا اللاعب. وأوجنين مرسي، شومان أحمد، كرة طويلة عالية، إبراهيم السوري، عباس ياسين أو عباس ياس، أحمد محمود، أحمد محمود، عباس، تروح الكرة إلى رضا. آخر اللحظات، ننتظر صافرة الحكم محمد رياض. رضا عالية والحايك إلى الخارج.
ومن حق الحكم أن يعلن نهاية الأحداث قبل أن تلعب الزاوية. إذن شوط أول ينتهي بتقدم نوروز على الميناء بهدفين مقابل لا شيء، سجل عن طريق محمد رضا بالدقيقة 16 ومروان حسين بالدقيقة 30. طبعا يحتاج المساعد، لكن من حق الحكم أن ينهي المباراة قبل أن تنفذ ركلة الزاوية. إذا نذهب لاستراحة قصيرة على أمل أن يتجدد اللقاء معكم وأحداث شوط المباراة الثاني. يتركها مجتبى يا كديوري والتركيز العالي او لزميله الان. الله، الكناري غرد بهدف تاريخي جميل. الله 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 الله، اي هدف، اي تصويبه، اي تركيز عالي. يا عيني يا عيني يا يونس غني على هدف جميل. وفي ايام الربيع حضر الكناري وغرد، حضر الكناري وغرد. يونس غني يسجل هدف من اروع ما يكون. هذا هو يحجز له هدف الجولة، هذا هدف الجولة. يونس يا يونس، يونس يا يونس، وهدف من أروع ما يكون. يا سلام يا سلام، يونس غني يصل إلى هدف الثالث هذا الموسم بعد أن سجل بشباك القاسم ودهوك. أما الكرخ اللي أصبح يمتلك الثقة الأكبر، لكن هنا سامر محسن الخطير. الله، التعادل يصل لأبناء الحدبة بكرة مباغتة من القادمين من الخلف. الله 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 الله، جوستن ميدراندا، جوستن ميدراندا، نعم هو الكولومبي بالأراضي العراقية يسجل التعديل. يا له من شوط أول ويا لها من 20 دقيقة أولى. نعم هدفين يتقاسمها الفريقين. شوف سامر محسن أينما حلت الخطورة تشاهد سامر محسن، أينما حلت الأهداف هنالك بصمة لسامر محسن بكرة خادعة وصلت على طبق من ذهب للاعب جوستن ميدراندا. الكولومبي يسجل التعادل بشباك الكرخ. تعود المباراة لنقطة البداية، تساوت الكفتين، هدف مقابل هدف. الكرخ ترك مساحات للخطوط الدفاعية. إذن هل يفعلها يونس غني كما فعلها بشوط اللقاء الأول؟ كانت أبعد، كانت أبعد وسجلها. لكن هذه يونس غني، التركيز العالي، التصويب. لا 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 لا، هذه ركلة جزاء، هذه ركلة جزاء وليست ركلة حرة مباشرة. يا ساتر عليك يا يونس غني، هو عريس الليلة، هو عريس الليلة، ينفذها بيده مو برجله، ينفذها بيده يونس غني. لا الله يا الله على هدف جميل، على كرة متقنة، على تصويبة جميلة جميلة جميلة. نعم إذا غرد الكناري اعلم إن الشباك تحركت. حركها يونس غني، حركها يونس غني، حركها يونس غني. وأي تصويبة، أي تصويبة جميلة. نعم بنفس الطريقة، هو الأبعد سجلها، فما بالك بالأقرب، فما بالك بالأقرب. الله يا يونس غني، شوف 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 المزعجة والخطيرة يرسلها عالية إلى الأمام، محاولة بالراس لا زالت قائمة، المتابعة تصويب. سجل هدفه الأول 9 دقائق الثواني. اللاعب
السرسطم الذي تسبب بهذه الركنية، الذي كان مساهما نعم بتحول الكرة إلى ضربة ركنية سجل من خلالها فريق نادي زاخو أول أهداف المباراة. ضربة دفاعية، ومن هناك الدفاعات لأمانة بغداد ترتبك أمام الهجوم الكاسح لفريق نادي زاخو الذي يستثمر اللاعب السرسطم، ومن هناك ينتزع أول أهداف المباراة. ضربة ركنية، قاسيموف يرسلها عالية، محاولة خطيرة بالراس، أيمن العائد غياب ميلان أيضا بروحية القائد يعود وبرأسية يعانق من خلالها الشباك. إنه وقت العودة، وقت النهوض، وقت الارتقاء. هناك في المراكز المتقدمة يريدون الابتعاد أكثر وأكثر عن شبح الهبوط والابتعاد عن المراكز الساخنة الحمراء المتواجدة في قاع الترتيب. أيمن الزيد يرتقي وبهدف التعادل يعود بفريق أمانة بغداد ويحتفل. الله على المرور والعبور والعرضية، الله إذا غاب عن التسجيل على أول أهدافه مع نادي زاخو، أول أهداف البرازيلي مع نادي زاخو. ولكن حدثني على مرور اللاعب السرسطم، على المرور من أمام محمد رمضان في الكرة الماضية. أي مرور وتمويه رائع جدا واختراق وعرضية لاقاها التألق والتقت واصطدمت بهداف تعامل معها بجدية، تعامل معها بكل جدية حقيقية. يحاول أن يجد المساحات بهذا التوقيت إلى كلاوديو أوليفيرا. مارادونا عالية، الكرة خطيرة، الله، نوروز يفتتح التسجيل بهدف أول جميل وعن طريق النيجيري كومولافي. نعم، هدف يحمل مع رائحة الربيع، هو أقرب وترجم الفرص إلى هدف أول. كومولافي عالية كانت ومتابعة ولا أروع، باغتت حارس المرمى وسام محمد، والتقدم يصل لمصلحة فريق نوروز. هدف أول لم ينتهي شوط اللقاء الأول من دون أهداف، وهنا كومولافي النيجيري يسجل الهدف الأول لمصلحة نوروز. على التنفيذ الآن عبد المجيد صبارة بكرة عالية داخل المنطقة، الله، ديالا لا ترفع الراية البيضاء حتى وإن كانوا منقوصين العدد. هنا ديالا، هنا مدينة البرتقال، خذنا لننشر الفرح إلى بعقوبة والمقدادية ب10 لاعبين. ديالا يعدل، وعلي خالد القادم من الخلف، والرأسية جميلة جميلة جميلة، نعم جميلة. وهدف التعديل لديالا، رأسية ولا أروع. علي خالد رغم الألم ورغم أنه تعرض لإصابة مرتين بهذا اللقاء لكن بقي صامدا، فهو كالفارس المنقلب بالجروح. إذا الكرة الثابتة الآن، سنكمل. هذه الكرة عدت هنا، الله يا كريم، الله 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 الله. سجل في مباراة الذهاب، يعود ويؤكد على مباراة الإياب ويسجل هنا في مرمى الطلبة وفي ملعب دهوك بالكرة ثابتة، جعلت الحارس يشاهد يستمتع بنظراته كيف دخلت وكيف أسكنها المرمى بهدف أول من كريم درويش، يسجل أول أهداف اللقاء التي يحتاجها لاعبين نادي الشرق. يلعبون على الأطراف، حسين جبار يلعب الكرة العرضية، جول 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 جول. بسام شاكر يعلن عن تسجيل أول أهداف القيثارة
تبدأ بالعزف هنا في ملعب النجف. شاهد 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 تمريرات فريق الشرطة وصلت لحسين جبار وبسام شاكر. ماذا تفعل يا العمواسي؟ ماذا تفعل يا الأردني؟ ماذا فعلت يا النشمي؟ أي خروج! أنت حارس محترف، أنت حارس محترف، وتخرج بهذه الوضعية وبهذه الكيفية. ألف علامة استفهام. خطأ لا يغتفر من الحارس بخروج غير موفق بالمرة. عبد المجيد، عبد المجيد تمريرة لأحمد فرحان. أحمد فرحان يبحث عن زاوية. الله! جول 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 جول. هدف ثاني للقيثارة. حف الزاوية الصعبة على العمواسي. شاهد الهجوم السريع والنقلات السريعة، وفرحان وضعها في المكان الصح، في المكان الذي يجب أن توضع به الكرة. ونعم في زاوية صعبة جدا على الأردن العمواسي. ثنائية للشرطة بعد مرور 25 دقيقة. على لعب الركلة الركنية محمود المواس. المواس يلعب الركنية على القائم الأول هنا الراسية. جول. سجل في مرمى القاسم 7 والآن على النجف 3 أهداف. نعم الهدف الدقيقة 53 لمصلحة نادي الشرطة. هدف الدقيقة 53. شاهد الراسية، شاهد الراسية والعمواسي لم يفعل للكرة شيئا. يونس عبد يحاول يونس إلى هاريسون. هاريسون كرة اصطدت هنا الراسية من هاريسون. يحاول الآن أيمن لوي. جول. هدف أول للنجف عن طريق أيمن لوي، وثانية وثالثة، وفي الأخير نجح شاهد راسية هاريسون، ومن ثم إلى رضا فاضل، ورضا فاضل براسية جميلة لأيمن لوي. هدف الراسيات من هاريسون إلى رضا، ومن رضا لأيمن لوي الذي لعب الكرة في زاوية مستحيلة. 0-4 من القرمة والكرة الخطيرة وجول. أول للكهرباء عن طريق أوغستين أموتو بهدف أول للكهرباء. أحمد عبد الجبار، وهدف أول للكهرباء عن طريق أوغستين أموتو لاعب الطلبة السابق. وصل إلى هدف الثاني. لاحظ الانطلاقة من البرازيلي بوليغا والتحضير الرائع. شوف الكرة بدأت زاكري، بوليغا لم يكن متسللا، وبالتالي أموتو بأول هدف للبرتقالي، أول هدف للكهرباء. أوغستين أموتو بهدف الأول. القطع كان من سيسكو. كهرباء والتسديدة وثاني الأهداف. ننتظر ربما الراية. إذا هدف للكهرباء. أوتارا لم يكن متسللا. سومايل أوتارا ثاني للكهرباء عن طريق البوركيني سامويل أوتارا. لاحظ لم يكن مغطي الاثنين. وشوف اللاعب ربما فقار محمد مغطي بهذه اللقطة، وبالتالي ثاني للكهرباء بكرة مكهربة من طبعا سامويل أوتارا. زاكري تمرير، حاول حسين لزاكري، خطيرة. ثالث للكهرباء. أموتو أوغستين
أموتو. أوغستين أموتو بثالث الأهداف للكهرباء. أموتو ثالث الأهداف للكهرباء بفاصل وبجملة تكتيكية رائعة. ثالث. لاحظ زاكري حسين جاسم لزاكري لأموتو. ثالث الأهداف أوغستين أموتو. حاول المرور والعبور لكن مجتبى، هذه فرصة خطيرة. نسيم صيود، الله، جول أول يأتي في المباراة. الله الله الله، فرسان المملكة يفتتحون أهداف اللقاء. نعم، كنت أتحدث عن هدف المفاجآت. نعم، هكذا يحضر هدف لمصلحة نفط ميسان، هدف مفاجئ يفاجئ لاعبي نادي الميناء. هدف يأتي بهذه اللحظات لمصلحة فقار عبد، يسجل بهذه اللحظات الهدف الأول. فقار يقص شريط الأهداف في هذه المباراة. من جديد نعاود أحباء المشاهدين متابعي قنوات شبكة الإعلام العراقي وأحداث شوط المباراة الثاني من لقاء نوروز وضيف الميناء. المباراة اللي ضيفها ملعب نوروز وانتهى شوطها الأول بتقدم نوروز بهدفين مقابل لا شيء. هذا اللقاء اللي يقوده طاقم تحكيم بقيادة محمد رياض حمزة، يساعد محمد لؤي صبحي وعلي مازن ومحمد كامل صغير. في غرفة الفيديو ليث فرحاني يساعد محمد صادق، مراقبا الحكام أرسلان قادر. شوط المباراة الأول مثل ما ذكرت بهدفين سجل عن طريق محمد رضا بالدقيقة 16 ومروان حسين بالدقيقة 30. هذا تذكير لمن فات معنا بمتابعة أحداث شوط المباراة الأول بتشكيلة الفريقين. نوروز بالزي الأحمر شومان أحمد برقم 60 في حراسة المرمى، محمد الاور على اليمين 2، محمد حسين الحايك 32 على الشمال، وأوجينين ميريسيك بالرقم 4، جوشوا إكبوجي بالرقم 98. وسط الملعب راسيتكو فريق 14، ويوسف 27، محمد رضا 7 على اليمين، علي خليل 88، كلاوديو أوليفيرا 10 على الشمال، ومروان حسين بالرقم 8. أما تشكيلة الميناء عبد سليم حماد بالرقم 1 على اليمين، مجتبى علي 4، عباس سياس 33، إبراهيم سوري 3، ومحمد غالب 2، كليتش لوفيلو 79، أحمد محمود 20، ورضا ماجي 7، كرار جعفر 11، وإياي بليف 88، ومهند عبد الرحيم بالرقم 10. إذن الآن الميناء على يمين الشاشة بالزي الأزرق ونوروز بالزي الأحمر. وأذكر بنتائج مباريات التي تجري في نفس الوقت. الزوراء يتقدم على الشرطة في شوط المباراة الأول بهدفين مقابل لا شيء، ونفط ميسان يعادل نادي الموصل بهدف واحد. كرة اللعب تعقب المباريات الثلاثة. مروان يلعب الكرة إلى الخارج. مباراة الكرخ مع ديالى على ملعب الكرخ ب7:30، والكهرباء مع القوة الجوية على ملعب الزوراء عند 7:30. هذه مروان اللي صنع هدف وسجل هدف. إياي بليف، عباس ياس، أحمد محمود، عباس ياس، أحمد، عباس، رضا ماجي، أكبوجي،
الى خارج ملعب رميه جانبيه. عباس ياس على التنفيذ. رضا بالكعب، حلوه رضا يحاول يمر، ضاغط عليه دلاور، وهناك خطا لمصلحه نوروز. خطا لمصلحه نوروز. شيرزود تيميروف لاعب الاوزبكي لاعب نادي اربيل، خلال 23 مباراه 22 هدف، صنع هدف واحد. ليونيل اتيبا لاعب الشرطه 18 مباراه سجل 14 هدف. كينغسلي كوكو لاعب الغراف خلال 16 مباراه سجل 14 هدف. وعلاء الدين الدالي لاعب الموصل في 14 مباراه سجل 12 هدف. هذه ترتيب اللاعبين الاوائل. ثم بيتر غورغيس لاعب دهوك ب 11 هدفا في 15 مباراه. كرة عادت 5 مقابل 6 الأخطاء. أحمد محمود عادت الكرة لمحمد غالب. محمد غالب يلعب كرة طويلة إلى كرار من الجهة البعيدة. محمد الحايك يا سلام، يتخلص من لاعب. رضا راسيتكو الراوة. رضا محمد رضا. محمد الحايك، خطأ لمصلحة الميناء. علي خليل لاعب الميناء السابق. كرة سريعة ملعوبة. شومان أحمد لعب للرمادي وسبق أن مثل نوروز. دخول قوي كان من محمد الحايك على قدم مجتبى علي. هذا هو الحكم محمد رياض، وفرصة من حتى لجنة الحكام لعدد من الحكام الشباب هذا الموسم، يعني على سبيل يعني أتمنى أن لا تفوتني ذاكرة أحد منهم: بهاء جاسم، باقر عبد الأمير، حسين عبد علي، وميض محمود، نوانا عثمان، واليوم محمد رياض. 6 حكام شباب أتيحت لهم هذا الموسم الفرصة لقيادة مباريات ضمن مباريات دوري نجوم العراق. ركلة مرمى لنوروز. عباس ياس أمامنا بالصورة. حسين عبد الواحد عمل مساعد مع الشرطة مع الزورات، درب الشرطة في 5 مباريات، تعادل في 4، فاز في 4، تعادل في 1، كان مدرب طوارئ في 4 مباريات، ومع نفط ميسان قاد نفط ميسان في 10 مباريات. جوشوا أكبوتجي، كرة مرت إلى رمية جانبية للميناء. هل سيفلح الميناء بتقليص الفارق مبكرا؟ خطأ من جديد. المواجهة رقم 8 اللي تجمع الناديين، التقيا في 7 مباريات، نوروز فاز في 3، تعادل في 4، ولم يفز الميناء في تاريخه على نوروز. نوروز اللي لعب في موسم 21-22 لمسة يد، كرة ترتطم بيد راسيتكو فريق. ركلة حرة الآن، سأعود لنتائج لقاءات الفريقين. كرة تبعد. محمد غالب، سريعة ملعوبة الكرة. بليف بينه وبين أوجينين ميريسيك، وإلى رمية جانبية لمصلحة نادي الميناء. طبعا الميناء لم يهزم نوروز موسم 21-22، التقى الفريقان في مباراتين، تعادل بهدف واحد ذهابا، السورستم وسالم أحمد، وفي الإياب نفس اللاعبين سجل الأهداف، السو وسالم. موسم 23-24 تعادل ذهابا بدون أهداف، وفي الإياب فاز نوروز 4-1. مروان حسين سجل 2، وسجل محمد سامي ومرتضى هديب
أيضا لفريق نوروز. موسم 24-25 5-1 لنوروز و1-0 راسيتكو فريق، وهاتريك لمروان، كرة ملعوبة، وأيضا هذا اللاعب كلاوديو أوليفيرا وأسورستم. 5 أهداف لمروان، هو هداف ما بين الفريقين، و6 أهداف، والهدف السابع يسجله مروان في شباك الميناء بعد أن سجل في لقاء الذهاب هذا الموسم. بعد انتهى اللقاء بهدف واحد سجل مروان حسين بالدقيقة 90 ومهند عبد الرحيم بالدقيقة 11. أسرع الأهداف لنوروز كان بالدقيقة 5 عن طريق أسورستم، وأسرع الأهداف لمينا عن طريق مهند عبد الرحيم بالدقيقة 11. إذن هداف المواجهات ما بين الفريقين مروان حسين بالهدف السابع. رضا أحمد محمود، لم يجري أي من المدربين تغيير في شوط المباراة الثاني، الفريقان بنفس تشكيلتيهما. عبد سليم، كرة مقطوعة، محمد رضا، أوليفيرا يحاول، وكرة برا الملعب إلى ركلة مرمى، برا الملعب إلى ركلة. فرصة تضيع على فريق نادي نوروز. طويلة الكرة. المباراة السابعة على التوالي، نوروز بلا هزيمة. عباس ياس، رضا، وإلى الخارج. آخر مباراة لنوروز مع الكرخ 0-0، وآخر مباراة للميناء مع الكهرباء 0-2. الخسارة الوحيدة اللي تلقاها مثل ما ذكرت نوروز بالمرحلة الثانية أمام الزوراء بهدفين لهدف. كرة اللعب، مهند، كرار، راسيتكو، محمد الحايك، اوجينين ميرسيك، مجتبى، راسيتكو، سجل في شباك الميناء. مجتبى، كرة طالت، أكبوتجي، وإلى رمية جانبية لمصلحة نادي الميناء. سريعة ملعوبة، عباس ياس، مهند عبد الرحيم، عباس، إلمن، محمد الحايك، هيئ كرة لنفسه، ضاغط عليه مهند، مرت الكرة إلى علي خليل، أحمد محمود، كليتش لوفيلو، أحمد محمود، مجتبى، مهند، برافو راسيتكو، روى يوسف. 24 مباراة مع الفريق، 20 وترتد من عباس ياس، 20 مباراة أساسي، 4 بديل، غاب عن مباراة النفط والطلبة وديالة. كرة عادت، مرت، رضا، لوفيلو، كليتش، كرار، يحاول يمر، يلعب كرة برا الملعب حلوة بمهارة فردية شبابية رائعة، ترتطم بالدفاع وتمر إلى ركنية، ترتطم بالدفاع وتمر إلى ركنية.
راسدكو امامنا اللي سجل هدف الفوز بالدقيقه 87 موسم 24 25 في لقاء الاياب. رضا ماجي هدف في شباك نفط ميسان. كرة ترتد، محاولة كرار وركلة مرمى لمصلحة نوروز، ركلة مرمى لمصلحة نادي نوروز. الفريقين ان تعادل او فاز احدهما او خسرا يبقيا بنفس مركزيهما التاسع وال15. اي نتيجة يحققها اي فريق يبقى بمركزه. ركلة مرمى لنوروز، إذن ياسين سامية بدلا من مهند، إذن عباس ياس ومهند ورضا، عباس ياس ومهند ورضا يتركون الملعب. مرتضى هديب ايضا يدخل، محاولة خطأ، ركلة حرة لمصلحة الميناء. شوف اللاعب الثالث اللي دخل، يدخل مهدي هاشم ايضا يدخل، مهدي يدخل، مرتضى عفوا تغييرات فريق الميناء. محمود خليل يدخل بالرقم 8 وياسين سامية وبال66 مهدي هاشم. هاي التغييرات الثلاثة، مهدي هاشم ياسين سامية ومحمود خليل. خروج مهند رضا ماجي وعباس ياس. مهدي هاشم راح يكون دفاع يسار ومحمود خليل سيلعب من طرف اليمين وياسين سامية إلى الأمام. إذن 3 تغييرات للميناء. كرة إلى ركلة مرمى كانت محمد دلاور، مروان كلاوديو أوليفيرا يقدم مباراة جيدة هذا اليوم. كرة خطيرة، برافو عبد، برافو عبد سليم يتمكن من الكرة. كلاوديو يشكو من إصابة بالسلامة إن شاء الله اللاعب البرازيلي. روى يبعد الكرة إلى الخارج، لاعب متعرض للإصابة بالسلامة كلاوديو أوليفيرا. بالمناسبة كلاوديو أوليفيرا لعب 26 مباراة من أصل 27، غاب فقط عن مباراة الزوراء اللي أمامنا بالصورة، وسجل 3 أهداف في شباك النفط وديالا والغراف. بالسلامة 26 مباراة، 24 أساسي 2 بديل، غاب عن الزوراء فقط، بينما يبقى محمد دلاور هو اللاعب الوحيد اللي شارك في جميع المباريات قائد الفريق، إلى جانب مهند عبد الرحيم من الطرف الآخر. هذه عادة للكرة اللي مرت إلى عبد سليم حارس المرمى. تلعب بروح رياضية لفريق نادي نوروز. شومان أقرب للكرة، روى كريتشلو بليف بينية طالت على ياسين إلى حارس المرمى. شومان
دفع واضح والحكم يقول العب. كرة خطيرة مروان وطالت على علي خليل والكرة أبعدت. مرت الكرة كرار. كريتشلوفيلو، مهدي هاشم، فيليف، لوفيلو كليتش، احمد محمود، كليتش لوفيلو، مهدي هاشم، بليف، اياي بليف، وركلة مرمى لمصلحة نوروز. لحد الآن الميناء غير مقنع وغير ممتع. ليس بالميناء في ذاكرة وعيون وقلوب عشاقه. هذه حصر. أين ميناء الأمس؟ ميناء النجوم التي رفدت منتخبات العراق. حسين عبد الواحد مدرب شاب طموح. بعض الأحيان أوراق المدرب تخدع المدرب لا تخدم المدرب. الحايك محمد رضا، أكبوجي، محمد دلاور، عرضية بالرأس، ركنية لمصلحة نوروز. شوط المباراة الثاني يعني ليس بمستوى شوط المباراة الأول، رغم أنه نوروز كان أفضل في شوط المباراة الثاني. الأول يبدو أن الهدفين طمأن هذا الفريق. وذكر هناك مباراتان، الكرخ مع ديالا والكهرباء مع القوة الجوية بالساعة 7:30، وانطلاق الجولة 29 يوم الجمعة 17 من هذا الشهر. كهرباء نفط ميسان، الموصل أمانة بغداد، النجف نوروز، القرمة الشرطة، ومباراة الميناء ستؤجل أمام زافر. بينما السبت ديالا مع النفط، أربيل مع القاسم، الزوراء مع الكرخ، الهوك مع الجوية، والغراف مع الطلب. كرة عرضية بالرأس وبرافو عبد السليم. الجولة 30 ستنطلق أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 21 22 23 من هذا الشهر. أذكر بنتائج هذه الجولة: مباريات يوم أمس، الأمانة يتغلب على دوك 2-1، زاخو يخسر من الطلبة 1-2، والنجف يخسر من القرمة 3-0. برافو لعبد سليم، أنقذ مرمى من كرة خطيرة. أكبوجي اللي منطلق إلى الأمام برأسية أكبوجي وغلق الزاوية من عبد سليم. برافو عبد. – 65 دقيقة. كلاوديو أوليفيرا، عرضية خطيرة خطيرة خطيرة. برافو يا عبد، كرة جميلة حلوة ملعوبة من محمد رضا، والأبدع من عبد سليم اللي للمرة الثانية ينقذ مرمى من كرة خطيرة. بدأ الآن نوروز يخطر مرمى الميناء بكرات متعاقبة، كرتين خطيرتين لأكبوجي ومحمد رضا، وبراعة عبد سليم حماد تنقذ مرمى. كان هناك احتكاك لكن الحكم يقول العب. وهذه الفرصة الثانية، كلاوديو أوليفيرا ومحمد رضا، وبرافو عبد سليم حماد. خطأ لمصلحة الميناء، كليتش لوفيلو الغابوني، وهذا كرة عالية إلى الخارج. إذن أحمد إيسيا يدخل بدلا من علي خليل. أحمد إيسيا النيجيري طرد أمام الغراف. أيضا مهدد، عنده 4 بطاقات صفراء أمام الغراف 2 سوراء الكرت.
رمية جانبية. كرة وسط الملعب كليتشلوفيلو. تغيير رابع للميناء أو تغيير أول لنوروز. أحمد عيسى بدلا من علي خليل. كرة إلى الخارج. دعم أحمد عيسى للجوية موسم 24-25. تساقط الأمطار أمطار خير على شمالنا الحبيب وعلى بلدنا الحبيب. هذا سامي وكرة بليف إلى الخارج. يندب حظه إياي بليف. 3 فرص أضاع هذا اللاعب في هذا اللقاء. أمطار غزيرة في ملعب المباراة. ركلة حرة، ركلة مرمى لنوروز. هناك خطأ، هناك اتصال بغرفة الفيديو، غرفة الفار. هل هناك شيء؟ كرة تلعب، لا وجود لأي شيء. أكبوجي، بليف، أحمد محمود، كليتشلوفيلو. مقطوع الكرة، راسيتكو، أحمد إيسيا، محمد الحايك، إيسيا، محمد الحايك، كرة مقطوعة، كرار، كليتش، ياسين، كرار، مقطوعة الكرة من جديد. دلاور، مهدي، إبراهيم، أحمد محمود، مهدي هاشم، أحمد، ومهدي هاشم إلى رمية جانبية لمصلحة الميناء. مرتضى علي مرص بدلا من بليف. تغيير الرابع في تشكيلة فريق نادي الميناء. مرتضى، ياسين، تغييرات من أجل تنشيط أداء الفريق. مجتبى، كليتشلوفيلو، مجتبى، كرار، تنقطع الكرة. مرتضى، إبراهيم، يا سلام إبراهيم يمر. ياسين، مرتضى علي، كرار جعفر، لاعب شاب يعني يلح كثيرا بالمراوغة، لاعب مهاري مميز. كلاوديو أوليفيرا، محمد رضا، أحمد إيسيا، محمد رضا، وكرة طالت إلى دلاور المندفع. محمد دلاور، أوليفيرا، روى وتسديده، برافو، ترتد من الدفاع. مرتضى، محمود خليل، مجتبى، ياسين، ياسين مرة أخرى، ياسين سامي اللاعب السوري، أحمد محمود، ياسين، أكبوجي، أحمد، مرتضى، ياسين، وخطأ لمصلحة الميناء من مكان خطير. ركلة حرة لمصلحة نادي الميناء.
بدت الأمطار تقل نوعا ما. جدار صد من لاعبي نوروز. واو، كرة إلى خارج الملعب. ركلة مرمى لمصلحة نوروز. 73 دقيقة 17 دقيقة تفصلنا على النهاية. هدفين لنوروز لا شيء الميناء. كما هي نتيجة شوط المباراة الأول بالإعادة. كرة تعلو العارضة إلى ركلة مرمى. كرار جعفر ينفذ الكرة. شومان عصبي متعصب على خط الدفاع والجدار. محمد دلاور. أوليفيرا يلعب كرة خطيرة مرت بسلام. تعود الكرة إلى إيسيا. أحمد إيسيا يلعبها. ترتد من المدافع إبراهيم السوري. كرار. مهدي هاشم. محمد غالب. ميريسيك. روى. دلاور. أوليفيرا. عرضية خطيرة وأبعدت. وبعد أحمد إيسيا يسدد. ترتد من الدفاع. كرار. أحمد محمود. كرار من جديد. كرار. تأخر كرار. مرتضى. كليتشلوفيلو أكثر لاعب أنذر في تشكيلة الميناء 9 بطاقات صفراء. أحمد محمود يلعب الكرة. ترتد. دفاع اليوم دفاع نادي نوروز مستريح. لم يشكل لاعبو الميناء أي خطورة تذكر. كرة سريعة. أوليفيرا. عرضية عالية. مروان. عبد سليم. مرتضى علي. ياسين. رمية تماس لمصلحة الميناء. مجتبى على التنفيذ. مرتضى. لوفيلو. كرار. كليتشلوفيلو. أحمد محمود. مهدي هاشم من الجهة القريبة. بينية لأحمد محمود. صعبة أو كرار وإلى رمية جانبية للمينا. صعبة على كرار كانت بين اثنين من المدافعين. مهدي يعيد الكرة إلى كليتش أو إلى إبراهيم السوري. مجتبى من الجهة البعيدة. محمود خليل. محمود لعب للقرمة الكهرباء لأربيل للنفط نفط الوسط. كرة إلى الخارج إلى ركنية لمصلحة المينا. لعب للزوراء للكرخ لزاخل للصناعة أيضا. بالسلامة كرار. محمود خليل على التنفيذ. ركنية لمصلحة نادي الميناء. 14 دقيقة على النهاية والنتيجة على حالها. الميناء 0 نوروز هدفين. شوفوا بالإعادة. كرة ارتطمت إلى ركنية لمصلحة نادي الميناء. بالسلامة لكرار.
السلامة لكرار. محمد الحايك، محمود خليل على التنفيذ. محمد الحايك برا الملعب تلقى العلاج، لا يجوز الدخول إلا بعد استئناف اللعب. شوف الحالة. هل هناك شيء؟ كرة إلى ركنية. كرار نهض، أمطار في ملعب المباراة. هناك ركنية، محمود خليل على التنفيذ. محمود خليل عالية، 3 مقابل 4، 7 ركنيات في ملعب المباراة. كرة عادت مهدي، محمد رضا، روى يوسف، عبد سليم شتت كرة، أحمد إيسيا، أوليفيرا اللي انتقل للجهة البعيدة. أوليفيرا وإلى حارس المرمى عبد سليم. عبد سليم، كرة صعبة أبعدها بالقدم. راسيتكو، روى بالراس تبعد، كرة خطيرة، جول جول. مروان يسجل بالدقيقة 80 من عمر المباراة هدف التقدم الثالث والشخص الثاني إليه. هل سيكرر ما فعله في موسم 24-25 عندما فاز نادي نوروز ب5 أهداف وسجل الهاتريك؟ هدف ثالث بكرة جميلة، هدف ثالث بكرة جميلة بالدقيقة 80 من عمر المباراة. ثلاثية نظيفة لنوروز في شباك الميناء. شوفها بالإعادة، شوفها بالإعادة. كرة تحولت وبعدت من محمد غالب على طبق من ذهب لمروان، اللي لعبها بذكاء بيساره على يمين الحارس عبد السليم حماد ليسجل الهدف الشخصي الثاني والسابع له والثالث لفريقه. الهدف الشخصي السابع والهدف الثامن لهذا اللاعب في شباك الميناء في تاريخ المواجهات. الهدف الثامن لهذا اللاعب اللي سجل في آخر لقاء في هذا الموسم في الذهاب عند التعادل بهدف، اليوم يسجل هدفين وسجل هاتريك وسجل هدفين. 8 أهداف لهذا اللاعب خلال 8 مباريات. كرة اللعب، كرار، هذا هو المركز الحقيقي لهذا اللاعب. ليتشلوفيلو، محمد رضا قدم مباراة جيدة اليوم. يعني السفر من البصرة إلى الشمال بإرهاق، وضغط المباريات بإرهاق للأندية. كرة عادت، أوجينين ميرسيك، محمد الحايك، أحمد إيسيا. 9 دقائق تفصلنا على الوقت الرسمي للنهاية. ديلاور، محمد غالب، مروان نجم اللقاء صنع هدف وسجل هدفين. كرة اللعب،
مقطوعة. راسيتكو روى محمد الحايك سبعة أهداف لمروان، وخلال تاريخ المواجهات 8 أهداف في شباك الميناء، واليوم الأسيست الثاني اللي صنعه في هذا الموسم مع فريق. ياسين محمود طالت على أحمد محمود، روى أوليفيرا، أوه جول 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 بخطأ دفاعي قاتل، سوء تفاهم ما بين المدافع وعبد السليم حماد، والكرة من أوليفيرا إلى داخل الشباك ليحرز الهدف الرابع، وهدف الشخصي الرابع هذا الموسم، بعد أن سجل في شباك النفط وديالا والغراف. وعلى زخات المطر يقتنص فرصة ثمينة ويسجل الهدف الرابع لفريقه بالدقيقة 83 من عمر المباراة. 83 من عمر المباراة، الهدف الرابع عن طريق كلاوديو أوليفيرا مارادونا. شوف الكرة وشوف سوء التفاهم ما بين مهدي والعبد سليم، خطأ قاتل للحارس عبد سليم حماد. شوف خروج غير مناسب، وكرة إلى داخل الشباك، وهدف رابع لفريق نادي نوروز. بالمناسبة نوروز بعد الدقيقة 80 سجل 11 هدف، واليوم يسجل الهدف ال12، بينما الميناء يتلقى الهدف ال11 بعد الدقيقة 80. 26 محمد رضا يغادر، عباس بديع يدخل، وابراهيم محمد يدخل ايضا. ابراهيم محمد، عباس بديع ايضا يدخل. خسارة قاسية للميناء. انذار لمحمد دلاور، انذار. محمد دلاور سيغيب عن اللقاء القادم. محمد دلاور سيغيب عن اللقاء القادم. خروج محمد دلاور، دخول عباس بديع ظهير بظهير، ودخول ايضا ابراهيم محمد، وخروج محمد رضا امطار. ايضا دخول رقم 49 علي حسين عنبر. علي حسين عنبر، 3 تغييرات، باقي تغيير واحد لكلا الفريقين. كرة اللعب طبعا 4-1 5-1، ولم يحقق الميناء في تاريخه فوز على نادي نوروز، وال4-0 3 مرات، وهذه المرة الرابعة تحدث في دوري. إبراهيم محمد رضا أيضا ترك الملعب. إبراهيم، مهدي هاشم، كرار. الآن بهذا الفوز نوروز يرفع رصيده إلى 42 نقطة، ومثل ما ذكرت أي من الفريقين كان لو فاز لو تعادل لو خسر سيبقى بمركزه، وب42 نقطة نوروز يبقى بمركزه التاسع، ويحقق فوز 13 ويلحق بالميناء الخسارة 14. الخسارة 14 للميناء، والفوز 13 لنادي نوروز. أذكر من جديد، نوروز سيغادر إلى النجف
والميناء مباراته مؤجلة مع زاف في الجولة 29. إذن علي عنبر والبطاقة الصفراء، علي حسين عنبر لاعب لكربلاء للنجف، بطاقة صفراء. نلعب في الدقائق الأخيرة من عمر المواجهة. كرة طالت، هناك خطأ، بطاقة صفراء للاعب عباس بديع أو اللاعب رقم 30. مصطفى راضي بطاقة صفراء أيضا اللي دخل قبل قليل. دخول قوي على مهدي هاشم. مصطفى راضي بطاقة صفراء. خسارة ثقيلة للسفانة. أمطار غزيرة ولحظات من عمر هذا اللقاء. الميناء يتعرض لهزيمة ثقيلة ب4 أهداف نظيفة. إعادة للحالة. مرة أخرى بالإعادة، هل هناك لعب خطير يستحق البطاقة الحمراء؟ شوف بالإعادة ضرب أكو واضح. شوف هذه اللحظة، هذه اللي بيها ضرب، هو صح امتد، لكن بالنهاية شوف أكو ضرب على اللاعب. أعتقد البطاقة الحمراء ستخرج في الدقائق القادمة، والقرار الأول والأخير لحكم المباراة. نوروز عنده 4 بطاقات حمراء، الصفراء ألغيت والحمراء تظهر. إذن بطاقة حمراء لمصطفى راضي. تلغى البطاقة الصفراء وطرد لمصطفى راضي. طبعا هذا الطرد 88 في دورينا. كليتش لوفيلو إلى الخارج، 5 دقائق يضيف حكم اللقاء، 90 دقيقة تنتهي. يبقى التقدم أحمر أسود برباعية. يدخل اللاعب زين العابدين جاسم، تغيير الأخير في تشكيلة الميناء. يخرج أحمد محمود، مهدي، كليتش، مجتبى. الله يعين اللاعبين على هالأجواء الممطرة. محمد الحايق، محمد غالب، علي، راسيتكو. تنقطع الكرة، كرة سريعة، وإلى الخارج إلى رمي جانبية لمصلحة نوروز.
محمد الحايك، هذا ياسين سامية لم يفعل شيء من دخوله، أمطار غزيرة تأثر على أداء اللاعبين. كرة اللعب، ياسين يحاول، أوجنين أبعد الكرة، ميرسيك إلى رمية جانبية، كرار، مروان، إبراهيم سوري، محمد غالب، كرة عادت، محمود خليل، إبراهيم أو ياسين، طالت الكرة، أحمد إيسيا، دقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل ضايع، عباس بديع، علي حسن أو علي حسين عنبر، شومان أحمد، كرة مقطوعة، أحمد إيسيا، كليتش لوفيلو، هاتو خذ، كرار، كليتش، ياسين، ياسين يستحوذ على الكرة، يا سلام يا ياسين، تأخر وبالتالي عودة لاعبي نادي نوروز. مرتضى، مجتبى، حلوة الكرة، ممكن يحاول مجتبى، وكرار وجول، جول 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 جول، كرار جعفر يسجل أول أهدافه هذا الموسم، كرار جعفر بالدقيقة 94، بالدقيقة 94 كرار جعفر يقلص النتيجة إلى 4 أهداف مقابل هدف واحد، وهي نفس النتيجة لقاء الإياب في موسم 23-24 بين الفريقين، والنتيجة 4-1 الثالثة التي تتحقق في دورينا هذا الموسم. شوف كرة حلوة وملعوبة الكرة من اللاعب مجتبى، لعبها على الطائر كرار جعفر وأحرز الهدف الأول للميناء ليتقدم نوروز ب4 أهداف مقابل هدف واحد. ثالث مرة تنتهي عندنا مباراة بنتيجة 4-1. كعادة خطأ لمصلحة نادي الميناء، ننتظر صافرة الحكم الاتحادي محمد رياض حمزة في أول مباراة له، والصافرة تعلن نهاية أحداث هذه المباراة بفوز ثمين لنوروز على الميناء ب4 أهداف مقابل هدف واحد. تناوب على تسجيل أهداف محمد رضا بدقيقة 16، مروان حسين بدقيقتين 30 و80، وكلاوديو أوليفيرا بدقيقة 83، وقلص كرار جعفر النتيجة إلى هدف واحد لتصبح النتيجة 4 أهداف لنوروز مقابل هدف واحد.